السلام عليكم ورحمة الله. شاب سوداني ينتحر في القاهرة في تمثال إبراهيم باشا. السبب، لو عايز تعرف السبب عزيزي المشاهد شاهد الحلقة للنهاية. نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا حول ظاهرة الانتحار جاء فيه إن الشخص كل 40 ثانية ينتحر. ما عدد الذين ينتحرون سنويا؟ الإحصائيات تتكلم أنهم 700 ألف إلى مليون شخص. هناك يقدر ما بين 20 مليون محاولة فاشلة كل عام. بلغ عدد المنتحرين في السنة يا عزيزي في السنة الواحدة يزيد أكثر من عدد الوفيات، الهروب وجرائم القتل. معدل انتحار الرجال أعلى من معدل انتحار النساء بمعدل 4 أضعاف تقريبا، بمعنى أن النساء أكثر تحملا صبرا على البلاء. هناك عديد من الأسباب يا عزيزي تؤدي الشخص إلى الانتحار. 1. مشاكل نفسية. تشير الإحصائيات والبيانات عديد من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار يعانون من مشاكل نفسية. أكثر المشاكل النفسية عزيزي هي الاكتئاب. من أكثر المشاكل عزيزي هي الاكتئاب الحاد. الإصابة بهذه المشكلة هي تؤدي إلى تأكل المزاج. الأشخاص المصابين بالمرض ده يا عزيزي أكثر الناس تعرضا للانتحار. من الأسباب يا عزيزي أن تؤدي للانتحار الفصام. الفصام هو عبارة عن حالة نفسية طويلة المدى تسبب للشخص شعور ورؤية أمور غير موجودة في الواقع. الأسباب يا عزيزي تؤدي للانتحار فقدان الشهية، هو عبارة عن اضطراب في الأكل. المصابين بهذا النوع يا عزيزي يشعرون بأنهم يعانون من السمن ويحاولوا تخفيض الوزن الظروف الممكنة. من الأسباب الثانية يا عزيزي تؤدي للانتحار الميول الجنسية. من الأسباب الثانية الوضع الاقتصادي، وتناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب لأول مرة. الأشخاص تراودهم أفكار انتحارية عزيزي المشاهد. أسباب يا عزيزي تؤدي للانتحار تجربة مؤلمة، يعني وفاة شخص غريب لك سواء كان أبوك أو أمك. من الأسباب يا عزيزي تؤدي للانتحار الإدمان على الكحول والمخدرات، وبالأخص يا عزيزي إن لم يجد المال الكافي لشراء هذه المخدرات. يا عزيزي دي الأسباب الكلها تؤدي الشخص إلى الانتحار. والسلام عليكم.